تعالوا بقى شوفوا كيس خميرة وكبسولات فيتامين ه. انا وفرت 2000 جنيه بدل ما تروحي الكوافير وتعملي بروتين. تعالي اقولك هنعمل ايه مع بعض. حبايبي عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. جبت بقى كيس خميرة ووفرت 2000 جنيه. شايفين الشعر بقى عامل ازاي؟ حاجة كده تحفة رباني، لمعان وفرد وجميل جدا. اول حاجة هنجيب كيس الخميرة هنفضيه كده بالشكل ده. تاج الملوك يا جماعة تحفة، ودريم برضو جميل جدا. هننزل عليه علبة زبادي. المكونات كلها طبيعية وجميلة، وبصوا هتغذي شعرك وشعر بنوتك، وحلو جدا جدا فوق ما تتخيل. هتقلبيها كده لحد ما تبقى كريمي جدا معاكي، لحد ما يندمج الخميرة بالزبادي بالشكل دوت. بصي قلبي كتير كتير كتير، يعني ما تمليش لحد ما تندمج كلها مع بعضها. الوصفة دي يا جماعة هتخلي شعرك لو خشن، لو اجعد، لو مجعد، لو بصوا لو في ايه. كمان هنضيف له حاجة في الاخر. لو عندك قشرة في الشعر بصوا هتمنع القشرة منه، عن تجربة بجد تحفة. انا جربت وكمان هوريكم كمان على بنتي. وهنا حطينا زيت زيتون وزيت جوز هند. بصي عندك زيت الزيتون ده اساسي، اي بقى زيتون عندك حطيها. انا حطيت دلوقتي زيت لوز مر وزيت جوز هند وزيت زيتون. زيت فانسي يا جماعه ده تحفه جدا برضو، ده بستخدمه شخصيا. عندك بقى هنا الحبوب البرشيم ده بتاع فيتامين ه. كبسولات فيتامين ه يا جماعه حلوه جدا جدا للبشره وللشعر، حاجه كده من الاخر. يعني معانا الوصفه بتاعت النهارده كلها فيتامين، كلها فيتامين للجسم للشعر. سوري، حلو قوي. يعني زبادي، زيت زيتون، فيتامين ه، زيوت طبيعية. بجد الوصفة جبارة. كمان مكون هنحطه في الاخر حاجة كده تمنع تساقط، وبرضه طبيعي جدا. الوصفة يا جماعة مش مضرة خالص بالشعر ومفيدة، وبجد هتنبهري بالنتيجة. اهم حاجة تسرحي شعر بنوتك وتكوني غسلاه كويس. تسرحيه قبل الخلطة وتلفيه طاقية، وكمان تسرحيه بعد ما تفكي الطاقية قبل ما تغسليه. الطريقة دي ناجحة جدا جدا فوق ما تخيلي. وسلام بقى لو قعدتي تسرحيه تلت ساعة، يعني بجد خرافة. هنا بقى حكيت لنا كمان حتة بنسينول كانت عندنا. يعني كده الوصفة من الاخر حاجة كده جبارة للشعر. هيغذي الشعر، هيفرده وهيخليه ناعم يلمع. يعني بصي دي بقى الخطوة الأخيرة اللي قلتلكوا عليها تمنع تساقط البيضة. البيضة يا جماعة تحفة. بصي هنا الشعر بقى كده قبل ما نعمل فيه أي حاجة. هنا كده حطينا الماسك على الشعر. ونحط أهم حاجة في الأطراف وندلك كده الشعر كله بالفرشة. تمام، هكمل انا بقى كده الماسك كده عشان مش عارفه اصور كويس، واوريكم في النهايه عامل ازاي. بجد تحفه. هتفضلي بقى ايه تدلكي فيه طول ما انتي بتعملي ايه الخلطه في الشعر. تمام، بصوا كده ما شاء الله الشعر بقى مفروض ولا اكنه مكوي. يعني بصوا ما شاء الله حلو جدا سلس، والشعرايه تلمع اكنه مصبوغ بالظبط. يعني بجد جربوه، اشتراك ولايك، متنسوش تدعموني، وباي باي.